باسم الدعم باسم جميع المناضلين ديال المنطقة، سواء في تيفلات ولا في الخميسات، وكنقولوا للبوليس انه راه ما غاديش يخسر لنا الفرحة ديالنا، ما غاديش يخسر لنا الفرحة ديالنا. ضحكوا يا شباب، ضحكوا عليهم، كشفوا عليهم، ما تستفزلهمش بسهولة. هما هاد النهار فؤاد دوز شهور الحبس، ها هو خرج عندنا ورجع لحركة 20 فبراير، وغيرجع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وغيرجع يدعم المناضلين الديمقراطيين فينا في البلاد، وغادي يطالب جانب رفاقه ورفيقاته إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين من طلبة وفبرايريين وعمال وغيرهم من المناضلين ولاد الشعب اللي هما ضحايا ديال الفساد وديال الاستبداد، اللي هما ضحايا ديال القهر، اللي هما ضحايا ديال الفقر. البوليس ولا المخزن والكوميسير اللي جبته وما لابس على قدو والكوميسير اللي جبته وما لابس على قدو. نبغي نقول لكم ان فؤاد أبسط مناضل وشاب في حركة 20 فبراير، أبسط مناضل وشاب تلميذ، أبسط مناضل وشاب وطالب وطالبة، أهم من هذا الشعار اللي كنهزوه كنعطيوه أهمية شي حاجة اللي ما عندها قيمة. نحن لسنا في صراع لا مع كوميسار ولا مع غيره، احنا مع صراع مع اكتوبر ديال المخزن اللي كيجسدوه اقطاعيين كبار والبرجوازيين وناهبين المال العام، واللي تدين الغابة واللي تدين الماء، اللي تدين والماس وسيدي علي، واللي تدين الارض ديال المغاربة ديال صوديا وسوجيطة، واللي ناهبين الفوسفات، واللي ناهبين الخيرات ديال البحر ديالنا. فوسفات وجوج بحورة، عايش العيشة مقهورة، فوسفات وجوج بحورة، عايش العيشة مقهورة. نقول أيضا أن معركتنا كبر من أنها تحول المعركة مع موظف بسيط يسلق التعليمات، والتعليمات كنعرفوا شكون اللي كيعطيها ملاكي الأراضي الكبار والبرجوازيين والإقطاع، وما هم غير خدامة عندهم شواش عندهم مالين الفلوس. فإذا معركتنا في حركة 20 فبراير رغم مناضلون حركة مناضلون رغم القمر مثل الجود ولازلنا صامدون حركة مناضلون. معركتنا مستمرة مع المؤسسات المخزنية حتى تفكك، حتى تحول بلادنا، وحتى نلعبوا بالمساواة وبالحرية وبالديمقراطية وبالعدالة الاجتماعية. هذه هي الشعارات اللي خرجنا عليها يوم 20 فبراير، هذه هي الشعارات اللي استشهدوا عليها خيرة شباب بلادنا، هذه هي الشعارات اللي عليها ولادنا في الحبس، وهذه الشعارات عليها غادي نموتوا.
ويا نظام اسمع اسمع، ويا نظام اسمع اسمع، من غير الشعب ما نركب، من غير الشعب ما نركب. ويا نظام اسمع اسمع، ويا نظام اسمع اسمع، من غير الشعب ما نركب، من غير الشعب ما نركب. تحضر معنا أحد مناضلي منطقة الأطلس، أحد أسودها، كنقولها بكل تواضع ديال المناضل، كنعطي الكلمة مباشرة للرفيق عزيز عقاوي من خنيفرة. تحية نضالية للرفاق والرفيقات، تحية نضالية لكل المناضلين والمناضلات، تحية نضالية عالية للمناضلات والمناضلين بمدينة تيفلس، المناضلة اللي كل مرة كتعرض للحصار من نهار بدات حركة 20 فبراير إلى حد اليوم. بالمناسبة كنهنيو الرفيق ديالنا رفيق بلباد على الإطلاق الصراح ديالو اللي جا نتيجة للنضالات ديال الحركة وديال الجمعية المغربية للاحتساب وكل المناضلين الشرفاء. كما أننا نطالب هذا النظام هذا باش أنه يطلق كافة المعتقلين السياسيين في المغرب اللي هما من خيرة الشباب ديال هذا الوطن اللي ترموا في السجون في الوقت اللي الناهبي ديال المال العام والناس اللي كلاو البلاد والناس المتورطين في الجرائم السياسية والجرائم الاقتصادية في هذه البلاد مازالين طلقاء ومازالين على برا في الوقت اللي خصهم يكونوا في السجون. عيب وعار أن الرفيق حليم البقالي اللي غادي يخرج من السجن باش يجي يحضر في الجنازه ديال الوالد ديالو اللي مات مسكين بالفقسه ديال الاعتقال. بهذه المناسبه كنقولوا بان الوفاه ديال الاب ديال الرفيق حليم البقالي هي وصمه عار تنضاف الى وصمه عار جديد هذا النظام يعني المستبد الديكتاتوري الجاثم على صدور ابناء الشعب. مرة أخرى الرفيقات والرفاق نحيي الرفيق ديالنا باسم ونقدم له ولكل الرفاق ديالنا في تيفلس التحايا والتهاني ديال المناضلين ومناضلات حركة 20 فبراير بخنيفرة اللي كذلك كتناضل ضد واحد الاخطبوط خطير كاين تما وعلى الراس ديالو حفصة محزون خالد الملك اللي خضنا إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نضالة مريرة ضدها نظرا لأن مجموعة ديال المواطنين هم ضحايا ديالها لدرجة أنها كتعتدي على قاضي التحقيق وسط المحكمة وما وقع عليها والو، لدرجة أنها كطرد البوليس من تحية خالدة خنيفرة الصامدة، تحية خالدة خنيفرة الصامدة، وتحية خالدة خنيفرة الصامدة، تحية خالدة خنيفرة الصامدة. نقول لرفاقنا في السجون بأننا جميعا في السجون، وكما قيل سابقا أن الجوهر واحد رغم أن هناك من هو داخل السجن وهناك من هو خارج السجن. ففي الوقت اللي الشعب المغربي لم ينعم بحريته، لم ينعم بدستور ديمقراطي يكرس الإرادة ديال الشعب المغربي، الإرادة الحقيقية ماشي الدستور يعني ديال الاستبداد واللي كيكرس الاستبداد. وحنا شفنا كما يعني أشارت ليه الرفيقة خديجة الرياضي في الحوار اللي دار مع فرونس بودكاست بأن الحكومة المغربية وبأن البرلمان المغربي فاقدين لأي شرعية وفاقدين لأي مصداقية وفاقدين لأي قوة اقتراحية. أنا أعتبر أن هذه البلاد يعني مفتوحة في وجه يعني الدوائر الإمبريالية، وأن الطائرات العسكرية الفرنسية تمر عبر التراب المغربي باش تمشي لكوت ديفوار وتمشي لبلايص اخرى في الوقت اللي لا البرلمان ولا الحكومه ما فراسهاش. حنا كنعرفوا بان وهذا اللي كنقولوا وتنركزوا عليه بان الدستور هو دستور مستبد، ومعنى الاستبداد اللي هي كلمه سياسيه تعني بما تعنيه ان كل السلطات في هذه البلاد يعني مو مركزه في يد وحده اللي هي اليد ديال الملك. وبالتالي بان لا الحكومه ديال بن كيران اللي هما كيعتبروا موظفين كبار ولا البرلمان المغربي اللي عارفين شكون اللي فيه ان هاد الناس ما عندهم حتى شي صلاحيه باش يهضروا باسم الشعب المغربي. مره اخرى كي لا اطيل احيي الرفيق ديالنا بالباز، ويعني سنستمر في النضال من اجل اطلاق كافه المعتقلين السياسيين ومن اجل تحقيق جميع المطالب العادله والمشروعه ديال حركه 20 فبراير. وتحيه نضاليه الجماهير الصامده بتيفلس الصامده.